ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده اوريكم مشتريات انا كنت جايباها من امازون، فيها المنظمات بتاعه الميك اب والسكين كير، وفي كمان منتج للشعر تحفه من احسن الحاجات اللي جربتها للشعر. طبعا انا بوريكم شكله عامل ازاي وتقسيماته عامله ازاي. هو بيلف كده، ودي برص فيه الحاجات بقى حسب احتياجي، ببقى احط السيرمز مثلا مع بعض، الكريمات مع بعض. وزي ما انتم شايفين هو سهل جدا في ان انت تتحركيه، يعني مش ثابت في مكان، لا سهل ان انت تتحركيه، مش بيعلق ولا حاجه. لان كنت شفت كذا حاجه قبل كده شكلها بيلف وكده، لكن مش بتلف معاكي بسهوله. هنا بقى كنت برص الحاجات بسرعه طبعا علشان خاطر الوقت بتاع الفيديو. هنيجي بعد كده للمنظم ده او الاورجنايزر ده حلو جدا جدا عشان خاطر الحلقان، علشان خاطر الخواتم. الحته اللي فوق دي كلها ممكن تحطي فيها حلقان خواتم، وتحت بقى الحاجات اللي اكبر شويه، فبيلم كميه اكسسوارز فعلا كتير قوي. وكمان الخامه بتاعته حلوه جدا، الخامه بتاعته تحفه، الاكريليك الجامد وبيقفل كويس جدا. ده بقى برضو من ضمن المنظمات بتاعه الاكسسوارز ده علشان خاطر السلاسل، وعشان كمان لو عندك انسيالات او حاجه تنظميه بقى زي ما انت عايزه. انا بحط الحاجات الجولد لوحدها والحاجات السيلفر لوحدها. طبعا حجمه كبير جدا، هيشيل كميه اكسسوارز كتير جدا، وفي نفس الوقت السلاسل عندك مش هتتعقد. صراحه المنظمات بتاعه الميك اب والاكسسوارز تحفه، بتخلي الحاجه شكلها منظم ومعروف مكانها فين ومتحافظ عليها. هنيجي بقى للاختراع ده، احنا هنجربه على دودو. هو في الاول طبعا مش عارف هو ايه اللي بيحصل، فايه مخضوض شويه. ده هير دراير زيه زي السشوار كده. فكرته حلوه قوي ان السخونيه او الحراره ما بتبقاش دايركت على الشعر، فلو عايزه تنشفي شعرك، لو عامله حمام زيت وعايزه شعرك يستفيد منه باقصى قدر من غير ما تضريه بالحراره، طبعا احنا كده هنا شغلناه ورياكشنه اختلف تماما، بقى مبسوط قوي. عايزه بقى اتفرج عليه واشوف شكله عامل ازاي، وسعيد جدا بيه لان هو مش بيعمل سخونيه دايركت على الشعر، مش لان فكره البرو كاب وان السخونيه تبقى دايركت على الشعرايه ممكن تاذيها وتوقعها، تعمل يعني نتيجه عكسيه عكس اللي احنا متوقعينها تماما. طبعا انا بوريكم هنا هو السشوار بيركب في اخر جزء منه، وبوريكم هو حجمه قد ايه. دودو عمال يعمل لكم باي باي. من الحاجات اللي جربتها وكانت تحفه جدا لو عايزه تنشفي شعرك، مش بيضر الشعر اطلاقا، ما بيأذيش الشعر خالص. وهنا دودو مش عايز يشيله من على شعره خلاص. دي شكلها من جوه، والفتحات اللي بتوزع الحراره على الشعر من بعيد، مش دايركت على الشعرايه. دي كانت مشترياتي من امازون لفيديو النهارده، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.